بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. إذا أيها المشاهدون الأعزاء، سوف أتطرق معكم اليوم إلى القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والتي سوف يخوض بها غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كما تعلمون. إذا بالنسبة للقائمة التي أعلن عنها الناخب والطاقم الفني للمنتخب الوطني، لم يكن هناك جديد. كما تعلمون معظم اللاعبين كانوا يستدعون في التربصات الماضية. إذا كانوا يستدعون في التربصات الماضية، ولم تكن هناك لا مفاجآت ولا أمور جديدة فيما يخص هذه القائمة المعلن عنها، إلا أنه كانت هناك ردود فعل فيما يخص لاعبان اللي هما إسماعيل بن ناصر واللاعب بونجاح. إذن كانت هناك لغط حول غياب هذين اللاعبان، وربما الجماهير والمحللين والخبراء لم يجدوا مبرر أو تفسير يقنع لغياب هذين اللاعبين، بحكم وجود لاعبين في التشكيلة أثار كثير من اللغط ومن الجدل. ولكن في الأخير يبقى هذا قرار الطاقم، وهو الذي سوف يتحمل المسؤولية في الأخير. كما نعلم أنه للمنتخب الوطني سوف يجري مباراتين وديتين الأخيرتين، ثم قبل الدخول في غمار المنافسة أو المنافسات الفعلية. وبالتالي له مقابلة مع فريق، كما ذكرنا في اللقاءات السابقة، مع فريق هولندا، والذي سوف يكون يوم الأربعاء، وبعدها بوليفيا، ومن ثم يكون الدخول في مباشرة في اللي أو بعدها يكون مباشرة الذهاب الدخول في المنافسات. وهذين المباراتين هما الأخيرتين. إذن هنا ننتظر من الطاقم الفني باش يقدم لنا خلال هاتين المباراتين التشكيلة التي سوف يأخذ بها أو يجري بها المباريات في الدور الأول، يعني مباراة الأرجنتين والنمسا ثم الأردن. إذا يبقى الآن ننتظر واش يعمل الطاقم، واش هي الأمور اللي تكون، وإن شاء الله حنا ننتظر غير الأمور الإيجابية إن شاء الله في هذا اللقاءين، باش هكذا على الأقل تكون مشاركة مشرفة إن شاء الله. وفي الأخير نستودعكم الله، ونقول لكم إلى لقاء متجدد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.